ما قلتليش يا ابو المعاني. خير يا شيكو. ايه رأيك في البنت الصغيرة اللي لابسة نقاب دي؟ المثل بيقول لك ايه يا شيكو؟ بيقول ايه؟ الامثال كتير يا ابو المعاني. اكفي القدر على فمها يقع الفول منها. لا يا شيكو، مش يقع الفيلم، يقع في فول ايه يا شيكو؟ مش هي القدر فيها فول؟ طب بلاش المثل ده، المثل التاني بيقول ايه؟ ابن الوز شيطان. شيطان إيه يا شيكو؟ مش هو اللي بيوز الشيطان؟ يبقى ابن الوز شيطان. انت هتلخبط لي دماغي يا شيكو من قبل ما اقول اي حاجة. المثل الأولاني بيقول اكفي القدر أو اقلب القدر على فمها تطلع البنت لأمها. والمثل التاني بيقول ايه؟ ابن الوز عوام. عشان الوز بيعوم في المية، فابنه ايه؟ هيطلع بيعوم زيه. ودي بقى في بصيت عليها في الحياة هتلاقيها ايه؟ حاجة عادية جدا في الحياة. ازاي يعني يا ابو المعاني؟ يعني لاعب الكورة هتلاقي عادي جدا ان ابنه يطلع لاعب كورة. المدرس عادي ان ابنه يطلع مدرس. الرقاصة عادي ان بنتها تطلع رقاصة. واي حاجة في الدنيا طبيعي ان الاب او الام لو هم شغالين حاجة او بيعملوا حاجة ان ابنهم يطلع زيهم. دي حاجة طبيعية جدا مش صعبة، ده الطبيعي. لان الابن شايف الحاجة دي او البنت، فعايزة تطلع ايه؟ زي امها. او ده عايز يطلع ايه؟ زي ابوه. فابن الدكتور دكتور، وابن المهندس مهندس، وابن المدرس مدرس، وابن لاعب الكورة لاعب كورة، وابن الممثل ممثل، وابن الرقاصة رقاصة، وبنت الرقاصة رقاصة، أو ابن الرقاصة رقاصة. دلوقتي عادي بقوا رجالة يرقصوا عادي. فعادي جدا يعني مفيش فيها مشكلة خالص. أيوة يا أبو المعاني، يعني أنت عايز تقول إيه؟ أنا مش فاهم برضه. عايز أقول لك يا شيكو إن طبيعي جدا أم منتقبة بنتها بتحبها وعايزة تقلدها، عايزة تبقى منتقبة زيها وتلبس نقاب زيها حتى لو عندها سنتين. ده ساعات بيبقى عيل واد مش بنت، لما بيشوف امه منتقبه او خالته او عمته بيبقى عايز يلبس زيها النقاب. يعني هو بيبقى حابب حاجه زي كده، زي اي حاجه في الدنيا. اه كده فهمت. بس في حاجتين بقى مهمين. الحاجه الاولى هي ايه؟ الفطره. يعني ايه الفطره؟ يعني لو ام او اب وحشين او بيعملوا حاجه وحشه، ابنهم لما هيطلع هيبقى ايه؟ بيعمل زيهم زي ما قلنا. ولكن في جواه فطره. فاكر لما انا اتكلمت عن السليقه؟ السليقه والفطره هتلاقيها جواها بتقول له ايه؟ لا بس الحاجه دي إيه غلط. لو ابوه مش بيصلي هو هيطلع مش بيصلي. بس يبقى في حاجه جواه بتقول له ايه؟ لا صلي. لا ايه؟ روح صلي. لو ابوه بيشرب سجاير، وانا بصراحه السجاير دي من الحاجات اللي الواحد بيقدرها ليه؟ عشان اغلب الابهات اللي بيشربوا سجاير بيبقوا عايزين عيالهم ما يشربوش سجاير. يمكن دي من المعاصي القليله اللي الاهل بيعملوها سواء الاب او كده. وايه؟ ومش عايز ابنه ايه؟ يطلع زيه. فاول حاجه قلنا اتكلمنا فيها ايه؟ موضوع ايه؟ الفطره. يعني ايه كده يا شيكو؟ فهمت ايه؟ فهمت ان لو واحد بيصلي ابنه هيطلع بيصلي زيه عشان بيشوفه بيصلي. لو واحده منتقبه بنتها تطلع منتقبه زيها. لو واحده محجبه بنتها تطلع محجبه زيها. انما لو واحد مش بيصلي ابنه المفروض هيطلع زيه. بس ايه؟ الفطره هتقول له ايه؟ لا حاول تصلي. لو واحده متبرجه بنتها هتطلع متبرجه زيها عشان بتشوفها بتحط ميك اب وبتحط حاجات زي كده. بس برضو ايه؟ برضو الفطره هتقول لها ايه؟ لا حاولي تتحجبي وكده. صح يا شيكو. بس في حاجه مهمه اتكلمنا عنها قبل كده في فيديو وما جبناش سيرتها في الفيديو ده. ايه هي يا ابو المعاني؟ ايه الوز اللي انت قلت عليها دي؟ اللي بيوز اللي هو مين؟ الشيطان. الشيطان اكيد مش واقف بيتفرج. عارف انت كان يقول لك ايه؟ لو راجل يقول لك الشنبي ده ما يبقاش على راجل لو حصل كذا. والستات مش عارف بيعملوها ليه او كده، بس تقول لك دول ما يبقوش على ست لو حصل كذا. الشيطان بقى يعمل ايه؟ يعني انا متخيل الشيطان هيقول ايه؟ يعتبر ان ده كده القرن بتاعه. هيقول لك ايه؟ القرن ده ما يبقاش على شيطان لو حصل كذا. كذا بقى اللي هو ايه؟ لو الواد ابوه بيصلي والمفروض الواد يطلع بيصلي زي ابوه، فالشيطان هيقول ايه؟ ما يبقاش ده على شيطان لو حصل. فهيعمل ايه الشيطان؟ هيحارب القصة دي. يعني لو الأب كويس أو الأم كويسة، الشيطان بقى هنا دوره هيخش بقى في الموضوع عشان يحاول يخلي الواد ابنه أو بنته ما يبقوش كويسين. لو واحد حافظ القرآن وخاتم القرآن، الشيطان هيحاول إيه؟ يلعب في دماغ ابنه عشان ما يحفظش القرآن. لو واحدة منتقبة، الشيطان هيلعب في دماغ بنتها ان هي ايه؟ انقبي وشكلك وحش ومش شكلك وحش، وتطلع ايه؟ حتى مش محجبة.
نفس القصة لو واحدة محجبة حجاب شرعي، الشيطان ممكن يلعب في دماغ بنتها ويعمل نفس القصة. بس الشيطان مش قاعد بيتفرج علينا، ما ليه دور في الموضوع. وشياطين الإنس أسوأ من شياطين الجن. ما قلتليش يا أبو المعاني، خير يا شيكو؟ حاجة زي ما بقولك كده يا شيكو، في 3 حاجات. الحاجة الطبيعية جدا ان العيل هيطلع زي ابوه وامه، زي ما بيشوف بنت شايفه امها منتقبه، الطبيعي دي بتحب امها فتبقى عايزه تقلدها في كل حاجه، فتطلع منتقبه زيها. وهي عندها 2 و3 سنين هتبقى عايزه تلبس النقاب اللي امها بتلبسه. واحده محجبه حجاب شرعي كده لذيذ، بنتها هتبقى نفس القصه. واحده بتحط ميك اب على طول، بنتها هتبقى عايزه تطلع بتحط ميك اب على طول. واحد بيصلي، ابنه بيحبه فبيشوفه دايما بيصلي فبيبقى عايز يقلده. واحد ما بيصليش، ابنه بيحبه فشايفه ما بيصليش، ما يعرفش اصلا يعني ايه صلاة فمش هيصلي. ده الطبيعي. الحاجة اللي بتقف بقى قصاده من ناحية ايجابية زي ما قلت الفطرة. ان اللي مش بيصلي ابنه هيطلع مش بيصلي، بس لا، هيسمع حاجة عن الصلاة، هيشوف صاحبه بيصلي، قلبه هيقول له صلي. فطرة ربنا. نفس القصة في الحجاب. الحاجة التانية بقى والأخطر، شياطين الإنس والجن اللي بيعملوا بقى، بيعملوا العكس. لو واحدة منتقبة يجوا بقى يلعبوا في دماغ بنتها، سواء بقى ممكن يكونوا اصحابها، خالاتها، اخوات امها، اي حاجة، عمتها، مش عارف شياطين انس او شياطين جن. ممكن يلعبوا في دماغ البنت يخلوها ما تطلعش زي امها، رغم ان الطبيعي ان البنت شايفة امها قدوة وتطلع زيها. وطبعا مش شرط الحاجات دي تيجي على طول، يعني ممكن تيجي تدريجي. يعني واحدة امها اصلا ما بتحطش ميك اب ولا حاجة، يجي حد يقول لها حطي بس زبدة كاكاو، حطي بس مش عارف عشان بس وشك. شوية بشوية زبدة الكاكاو اللي بتحطها دي وتعودت ان هي تحطها تبقى تبقى احمر واخضر واصفر وحاجات زي كده. وللاسف الموضوع ده بقى الواحد بيشوفه على مستوى اجيال، يعني اجيال كاملة كتيرة. الامهات لابسين حجاب شرعي او اقرب للشرعي، سواء بقى نقاب او خمار، وتلاقي بناتهم طالعين مش لابسين اللبس ده. ودي حاجة غريبة جدا. زي ما قلت، الأم دي أكتر حاجة البنت بتحبها، يعني إلا بقى لو في مشاكل والعياذ بالله، مشاكل هنا مشاكل هنا، ما بتحبش أمها أو كده. إنما الطبيعي في المجمل النسبة الأكبر إن البنات بتحب أمهاتها، وبالتالي تبقى واخدة أمها قدوة في كل حاجة، طالعة لها في الطباع أصلا وفي كل حاجة. يبقى حتى المظهر نفسه اللي هو حاجة أبسط حاجة البنت مش طالعة لأمها فيها. زي ما قلت، ده للأسف بيبقى دور شياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء، اللي بتخلي بقى الدماغ تلعب. لا، هيبقى شكله وحش. كان من مداخل الشيطان زمان إن البنت كانت تشوف أمها أو قريبتها لابسين خمار، لابسينه مبهدل، فتقول لا مش هلبس كده هيكبرني، فبقت تلبس لبس تاني أقرب إنه رايح للتبرج. ومع الوقت الأيام بقى اللي احنا شايفينها، اللبس التبرج نفسه اللي بنشوفه في الشارع والحاجات دي بيبقى شكله وحش. يعني حتى مش شكله حلو، لا شكله وحش، زي بالظبط كده الخمار المتبهدل. بس الفرق ان الخمار ده حاجة شرعية ساترة، واللبس التبرج ده مش ساتر. يعني المبدأ اللي للأسف البنات كانوا مشوا عليه ان هم عشان بس الشكل ومش الشكل والجو ده، ما بقاش برضه موجود دلوقتي. بقى عادي جدا ممكن يبقى البنت شكلها وحش ولا بس لابسه لبس متبرج، بس عادي جدا. وزي ما قلنا في الاول، اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها، وابن الوز عوام. واهم حاجة انك العيوب اللي فيك حاول تنصح ابنك انها ما تطلعش فيه. يعني انت خليك الاول صادق مع نفسك، عشان المراية تبان صح قدام ابنك. اي حاجة بتعملها غلط طالما باينة. بسمع اغاني مثلا وابني جه قال لي ايه ده الاغاني، اقول له دي حاجة ربنا يتوب علينا. بشرب سجاير، ربنا يتوب علينا. واحدة لابسها مش حلو متبرج، تقول لبنتها ربنا يتوب علينا. ما نقولش لا السجاير دي جميلة، دي جميلة او خد لك نفسين او اسمع معايا او البسي يا بت. لا، دي اهم حاجة عشان تفيد نفسك وتفيد ذريتك وابنك واحفادك، انك تكون صادق مع نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.